تراب كتير ومشهد ضبابي، معركة دايرة طرف واحد بيبيد التاني، صوت سيوف وقتل وذبح وصرخات موت. وفي وسط كل ده صوت واحد مصري مرعوب بيصرخ في الملك رمسيس الثاني وبيقول له: مولانا الطيب، احنا واقفين لوحدنا في وسط المعركة، المشاة والعجلات الحربية سابونا وهربوا، انقذني وانقذ نفسك. انا محمد محي وده برنامج كيمتولوجي، والنهارده هنتكلم عن اشهر معركة حربية في تاريخ العالم القديم. حلقتنا هتكون النهارده عن معركة قادش. فترة حكم الملك رمسيس الثاني كانت ذروة صراع الإمبراطورية المصرية وإمبراطورية الحيثيين، والحيثيين دول شعب قديم مندثر سكن الأناضول قديما، وكانت أشهر عواصمهم هي خاتوشة أو خاتي، وهي مدينة بوغاز كوي في تركيا حاليا. من نهايات عصر إخناتون ومصر في شد وجذب مع آسيا كلها، واللي زود الأمور هو ظهور الحيثيين على مسرح الأحداث ودخولهم مع مصر في صراع استمر في النهاية أكتر من 75 سنة لحد ما حسموا رمسيس الثاني. مصر في العصر ده كانت عاوزة تستعيد أمجاد وأملاك الإمبراطور تحتمس الثالث في آسيا، واللي سقطت بعد عصر إخناتون. وفي نفس الوقت خريطة العالم القديم نفسه اتغيرت، وظهرت قوى عظمى جديدة على مسرح الأحداث وهم الحيثيين. طرفين الصراع مع بداية الأسرة 19 المصرية كان الملك سيتي الأول ملك مصر وأبو رمسيس الثاني، والملك موتالي ملك الحيثيين. بدأ سيتي بالهجوم ونجح في انه يؤسر مدينة قادش فعلا، لان موتالي قام بالرد هو كمان وركز هجومه على مملكة امورو، ودي كانت احد ممالك العالم القديم وكانت نقطة محورية مهمة في الصراع المصري الحيثي. في النهاية وبعد شد وجذب على ما يبدو ان البلدين وقعوا ما يشبه باتفاقية سلام او معاهدة، خرجت كل امبراطورية منها بمكاسب مرضية ولو بشكل مؤقت، او بمعنى ادق تم تأجيل الصراع الى حين اشعار اخر. مع وفاة سيتي الأول بيجلس على عرش مصر ابنه رمسيس الثاني، أشهر ملوك مصر في تاريخها. رمسيس كان من الواضح إنه شايف إن أمورو وقادش أراضي مصرية لابد من استرجاعهم، وفي الوقت ده كان حاكم أمورو ولاؤه للحيثيين، بمعنى أصح كان نفوذ الحيثيين ابتدى يسبب وضع مقلق لرمسيس والمصر كلها. في السنة الرابعة من حكمه بيقود رمسيس الجيش المصري وبيمر بأرض كنعان وصور وجبيل، بيستولي على عرقة في لبنان، وبعدها بيهجم على أمورو، بينجح في إخضاعها وبيضمها للسلطان المصري مرة تانية، مع وعد بالعودة لقادش والسيطرة عليها مرة تانية وضمها لمصر هي كمان. وهنا بتشتعل الأمور وبيشتعل صراع مصر والحيثيين، ويبدأ ملك الحيثيين موتالي في عمل التحالفات وحشد الجيوش علشان يقضي على رمسيس. كان من الواضح إن موتالي كان مخطط إنه يحسم الصراع مرة أخيرة وإلى الأبد، ويتخلص من صراعه مع مصر وصراعه مع رمسيس. والوضع ده وصفته النصوص المصرية بالتفصيل. والآن فإن العدو الخسيس من خاطي جاء وحوله كل البلاد الأجنبية حتى نهاية حدود البحر، لم يترك بلدا إلا وأحضره. كل هذه البلاد البعيدة ورؤساؤها كانوا معه، وكل منهم مع مشاته و50 من عجلاته الحربية في عدد مهول لا مثيل له. غطوا الجبال والوديان وكأنهم الجراد، لم يترك ذهبا ولا فضة في بلاده، جردها من كل ممتلكاتها ليعطيها لكل تلك البلاد لتحارب معه. بالنسبة لرمسيس خيار الحرب كان أصعب، فالجيش مثلا هيقطع مسافة حوالي 1600 كيلو علشان يوصل لقادش، وقادش نفسها أقرب للحيثيين من مصر، ولكن رمسيس وبشجاعة يحسد عليها قام بتجهيز الجيش المصري للمعركة. الجيش المصري وقتها كان متكون من 4 كتايب حملت أسماء الآلهة الكبار، وهم كتيبة أمون ودي تم حشدها من مدينة طيبة، كتيبة بتاح ودي تم حشدها من مدينة منف، كتيبة راع من عين شمس، وأخيرا كتيبة ست أو سوتخ اللي تم حشدها من مسقط رأس رمسيس الثاني في شرق الدلتا. كعادة ملوك مصر رمسيس قاد الجيش المصري بنفسه، زيه زي ملوك مصر اللي سبقوه واللي ما كانوش بيخافوا يكونوا في مقدمة المقاتلين، وده على العكس تماما من ممالك كتيرة قديمة وعلى رأسهم الحيثيين نفسهم. ومش بس كده، رمسيس اصطحب معاه ولي عهده الأمير أمون حرخبشف وأبناء تانيين زي الأمير خاعم واسط والأمير باراع حرونم إف،
واللي هياخد لقب أشجع شجعان الجيش بعد كده. معاهم كبار القادة وضباط الجيش والوزير وبعض أفراد حاشية رمسيس وحتى أفراد من نساء وحريم القصر الملكي. وفي وسط كل ده رمسيس في المقدمة على عجلته الحربية اللي بيقودها شخص اسمه مننا، وحواليهم الحرس الشخصي لرمسيس الثاني واللي كان منهم جنود الشردانة المرتزقة. بدأ انطلاق القوات المصرية من العاصمة بالرعمسو والموجودة بالشرقية حاليا لحد ما وصلوا طريق حورس الحربي وحصن صارو، ومشوا من خلاله زي ما مشي عليه من قبلهم أعظم أباطرة مصر في تاريخها، وبتبدأ معاهم ملحمة استعادة أمجاد مصر مرة تانية. والآن فإن جلالته جهز مشاته وعجلاته الحربية وجنود الشردان الذين وقعوا في أسر جلالته وجلبهم من انتصارات ذراعه القوية، وتم تزويد الكل بالأسلحة وأعطيت التعليمات لهم. توجه جلالته شمالا ومعه مشاته وعجلاته الحربية في بداية مبشرة. وفي اليوم 9 من الشهر الثاني من فصل الصيف العام الخامس عبرق العثار قويا ذا بأس مثل منتو إله الحرب. كل الأراضي الأجنبية ترتعد أمامه، وزعماؤها يجلبون هداياهم، والمتمردون ينحنون خوفا من قوة جلالته. عبر جلالته الطرق الضيقة كما لو كان يمشي في شوارع مصر. بدأت مسيرة الجيش المصري من العاصمة بالرعمسو زي ما قلنا، ثم طريق حورس الحربي وقلعة صارو لحد ما وصلوا أرض كنعان، وبعدها صور ثم جبيل. وهناك اتقابل رمسيس مع قوات مجندين مصريين اسمهم قوات النعرن. كان رمسيس قعد تمركزهم في المكان ده من كام شهر، واداهم تعليمات بخصوص دورهم في المعركة. اتحركت القوات المصرية بكتيبة أمون في البداية، وراها كتيبة رع، وبعد كده كتيبة بتاح، وفي الآخر كتيبة ست. وكان رمسيس يقصد بالطريقة دي إنه يضمن تقدم سريع ووقفات تعبوية سهلة للقوات. بيكمل الجيش المصري في مسيرته بدون أي اعتراضات لحد ما بيوصل جنوب مدينة شبتونة، واللي كان بينها وبين قادش مسافة قصيرة. وهناك فرق استطلاع الجيش المصري بتقبض على 2 من البدو، واللي رمسيس استجوبهم بنفسه وقالوا له ان هم وقبائلهم مستعدين للانضمام للجانب المصري. والمعلومه الاهم ان هم قالوا له ان موتالي خايف يتقدم بقواته علشان يقابل رمسيس. قالوا له ان موتالي كان مستخبي في حلب شمال تونب بعيد جدا عن قادش. وهنا بيتخلى رمسيس عن حذره تماما، بيكتفي باللي قاله البدو وبيبدا بالفعل في تحريك قواته وبسرعه شديده لقادش علشان يسيطر عليها، باعتبار ان موتالي بعيد جدا لحد دلوقتي. وحقيقة الأمر إن الموضوع كله كان خدعة من موتالي اللي كان مستني رمسيس في قادش. الغريب إن رمسيس صدق كلام البدو واتحرك بسرعة هو وحرسه الشخصي ناحية قادش، ووراهم كتيبة أمون. سرعة رمسيس في الحركة خلت فيه مسافة كبيرة جدا ما بينه وما بين بقية كتايب الجيش. الموضوع وكأنه رمسيس كان بيتحرك لمصير محتوم وهو الموت. إزاي رمسيس ممكن ينجو من فخ زي ده؟ في خلال نص يوم بيوصل رمسيس ووراه فرقة أمون لشمال غرب قادش، وبيبدأوا ينصبوا المعسكر. وفي وقت قصير كانت فرق الاستطلاع المصرية رجعت ب2 من جواسيس الحيثيين، وكالعادة استجوبهم رمسيس بنفسه علشان يسمع الاعتراف المرعب. عندما أطلق سراح البدويين تقدم جلالته شمالا حتى وصل إلى شمال غرب قادش، ونصب المعسكر هناك. وجلس جلالته على عرشه المصنوع من الذهب شمال قادش. وهنا جاء كشاف استطلاع لجلالته ومعه جاسوسان تابعان لخاطي اللذان احضرا لجلالته، فقال لهما: من أنتما؟ فردا: نحن من أتباع زعيم خاطي الذي أرسلنا لمعرفة مكانكم. فقال جلالته: أين هو؟ لقد سمعت أنه في حلب شمال تونب. فقالوا لجلالته: انتبه، إن زعيم خاطي جاء ومعه بلدان كثيرة حلفاء له، كلهم مجهزون وعددهم أكثر من حبات الرمل. انتبه، إنهم مستعدون خلف قادش القديمة. مع الاعتراف المرعب للجاسوسين الحيثيين تم إعلان حالة الطوارئ في المعسكر المصري. كان واضح إن موتالي هيهجم في أي لحظة. كتيبة رع هي كمان ممكن توصل في أي لحظة، وأقرب كتيبة بعدها هي كتيبة بتاح، وكتيبة ست بعيدة جدا ومستحيل توصل في الوقت المناسب. وهنا بيتحرك رمسيس بسرعة، فبيبعت الوزير يستعجل كتيبة بتاح، وبعدها بيكلف ابنه الأمير باراع حروين مقف بأنه يبعد بأفراد الأسرة والحريم الملكي الغير محاربين عن أرض المعركة. وبعدها بيأمره أنه ينضم للوزير علشان يستعجل كتيبة بتاح. بيدي رمسيس أوامره لكبار القادة والضباط،
وهنا بيقطع كلامهم صوت الأمير آمون حرخبشف ابن رمسيس البكري وهو بيعلن عن اختراق المعسكر المصري وبدء المعركة. مع بداية فصول المعركة بتوصل كتيبة رع واللي بيبدأ جنودها فعلا في عبور النهر، وبيشوف رمسيس بعينه هجوم الحيثيين عليهم. قسموا كتيبة رع نصين وقربوا يبيدوها لحد ما بدأت فلول واللي اتبقى من كتيبة رع تنضم لبقية جنود مصر البواسل على أرض المعركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومنع المذبحة اللي هتحصل لا محالة. بيبدأ الحيثيين في محاصرة المعسكر المصري وإبادة اللي اتبقى من الجيش، وفي وسط كل ده بيصرخ مننا قائد عجلة رمسيس الحربية وبيقول له انقذني وانقذ نفسك. وهنا وبشجاعة يحسد عليها بيمسك رمسيس مننا وبيقول له اثبت مكانك، هنقتلهم دلوقتي، انت خايف ليه من الضعفة دول اللي ما يهمنيش عددهم؟ وفي ثبات أعصاب بيركب رمسيس على عجلته الحربية وبينادي على بقية جنوده علشان ينضموا ليه. رمسيس كان عارف انه ممكن يموت وان الكفة مش في صالحه، ولكنه اختار انه لو مات هيموت راجل. بدأ صرخات رمسيس تخلي الدم يجري في العروق والحماسة في جنود جيش مصر البواسل، وقدر وبشجاعة يحسد عليها انه يخترق صفوف الحيثيين 6 مرات متتالية. ولكن للأسف الكثرة بتغلب الشجاعة، وبيبدأ الحيثيين يطوقوا الباقية من جنود الجيش المصري العظيم وفي وسطهم رمسيس علشان يكتبوا آخر سطور المعركة ويمكن مقتل رمسيس. رمسيس ساعتها فضل يناجي الإله آمون لحد اللحظة الأخيرة، وعلى الرغم من مناجاته كان واضح إن دي يمكن تكون آخر لحظات حياته. ما هذا يا أبي آمون؟ هل من الحق أن يتجاهل الآب ابنه؟ لم أتحرك وأسكن وفقا لكلماتك، لم أعصي أمرا لك. من يكون هؤلاء الآسيويون بالنسبة إليك يا آمون؟ البائسون الذين لا يعرفون الإله. إني أناجيك يا أبي آمون، أنا في وسط جمع غفير من أعداء لا أعرفهم، كل البلاد تحالفت ضدي، أنا وحيد وليس معي أحد. وبتحصل المعجزة وبيجي الأمل. بتوصل كتيبة النعرن الشجعان في الميعاد والمكان الصحيح طبقا للتعليمات اللي اداها لهم رمسيس قبل كده. بيبدأ النعرن يحاصروا قوات الحيثيين من الغرب، وده كان معناه ان الكماشة اللي عملها الحيثيين على الجيش المصري انقلبت عليهم. وهنا بيدرك رمسيس الوضع فورا، وبيبدأ هو كمان يضغط من جهته علشان ما يديش الحيثيين اي فرصة علشان يعملوا هجوم مضاد، وده اللي حصل فعلا. كل قوات المدد اللي بعتها الحيثيين فشلت في تغيير الوضع، وبمرور وقت قصير قدرت قوات الجيش المصري الأبطال تسيطر على أرض المعركة. قوات الحيثيين ما لقيتش أي سبيل للهروب إلا إنها تعبر النهر مرة تانية علشان ترجع القلعة اللي موتالي كان مستخبي فيها. على الضفة التانية من النهر بيشوف موتالي اللي ما كانش عنده شجاعة يحارب في أرض المعركة مشاهد مش هينساها طول حياته. كان متوقع بشاير النصر، ولكن اللي شافه كان قوات الحيثيين وهي متغطية بالطين بسبب عبور النهر. شاف جثة واحد من اخواته وابن عمه أمير حلب، الجنود شايلينه زي القربة بينزلوا منه المية اللي بلعها وهو بيعبر النهر. وبتبدأ قوات الحيثيين في التراجع النهائي، وبيرفعوا جسور القلعة وهم شايفين سيطرة الجيش المصري على أرض المعركة اللي كان آخر مشاهدها وصول كتيبة بتاح وجنود الشردانة المرتزقة بتقطع إيدين القتلى الحيثيين علشان تعدهم. بتنتهي معركة قادش بمعجزة حقيقية انتصر فيها جيش مصر الأبطال في واحدة من أصعب المعارك في تاريخ مصر. وعلى الرغم من أني أبتهل في الأرض البعيدة فإن صوتي يتردد في طيبة. أتى آمون عندما ناديته، مد لي ذراعه فابتهجت، ناداني وكأنه في ظهري، تقدم، أنا معك، أنا أبوك وذراعي معك. معركة قادش هي فصل واحد من فصل بطولات وأمجاد الجيش المصري العظيم في تاريخه. قادش هي قصة ملك عظيم حب مصر وقاد الجيش بنفسه في مقابل ملك استخبى وبعت جنوده وقرايبه لأرض المعركة. قادش هي قصة جنود مصريين بواسل
قادش ما كانتش نهاية صراع مصر مع الحيثيين، واللي هيستمر بعد قادش ب 16 سنة تقريبا، لحد ما مصر والحيثيين هيوقعوا معاهدة سلام هتكون أول معاهدة سلام موثقة في التاريخ البشري. مصادر الفيديو ده اعتمدت فيها على نصوص معركة قادش من آثار رمسيس الثاني، وهنا بيظهر سؤال أو اعتراض مهم، وهو إن البعض بيقول إن مصر ما انتصرتش في المعركة، وإن الحيثيين بدورهم أعلنوا إن هم انتصروا هم كمان في مصادرهم، والدليل هنا عندهم هو إن البلدين في النهاية وقعوا معاهدة سلام. الغريب في الموضوع إن المصادر الحيثية ما اتكلمتش عن معركة قادش، وكل اللي ذكروه كان صراع ما بينهم وما بين مصر على مملكة أمورو، قال الحيثيين فيه إن هم انتصروا، إشارة بعيدة جدا لمعركة قادش. وده شيء مش مستغرب، لأن بالمناسبة مصر طول تاريخها القديم كانت بتوسع تاريخها وتاريخ الأمم الأخرى هي كمان، في حين إن الأمم دي في معظم الأحيان تاريخها بيكون صامت تماما. توقيع معاهدة السلام ما بين مصر والحيثيين بعد 16 سنة كاملة من معركة قادش لا يمكن إن يقول لنا إن المعاهدة دي كانت نتيجة مباشرة للحرب، لأن في أحداث أكتر حصلت ليها آثار ووثائق بعد قادش أثبتت إن مصر مش بس انتصرت في قادش، لا دي كمان كان ليها اليد العليا في النهاية، وده اللي هنعرفه في حلقة تانية. تفاصيل ونصوص معركة قادش ونتيجتها واللي حصل بعدها لحد معاهدة السلام مذكورة بالتفصيل في كتابي رمسيس الثاني القصة الكاملة، واللي صادر عن دار الرواة، واللي تقدر تحصل عليه لو حابب تعرف بمصادر موثقة تفصيلية عن معركة قادش من الجانبين المصري والحيثي. وكالعادة إينيتش حرمثنم، التحيات لكل الناس، أشوفكم الحلقة الجاية.